دول مش بس بيعملوا زيت، دول بيلعبوا بالنار حرفيًا. في باكستان ناس بيحولوا الكاوتش لفلوس عن طريق حرقه. الكاوتش الواحد ممكن تطلع لحد 3 لتر زيت تقيل، بس العملية دي خطيرة جدًا. أول حاجة بيرموا الكاوتش القديم في فرن دوار ضخم، والعمال بيطلعوا جواه ويرصوا كاوتش طبقة ورا طبقة، وبعدها يولعوا فيه نار. الخشب بيولع ويوصل لحد 500 درجة مئوية، وبيحتاجوا 14 ساعة كاملة لحد ما الزيت يبدأ يتكتر. الفرن شغال على فتحتين صغيرين، والعمال لازم يزحفوا جواه عشان يرصوا الخشب مظبوط ويخلوه مولع بشكل متساوي. غلطة واحدة ممكن تبقى خطر على حياته. ولما الزيت يبدأ ينفصل بيبردوه ويخزنوا الزيت النقي في براميل، والزيت اللي مش نضيف بيبيعوه لورش صغيرة. أخطر جزء هو التنظيف بعد ما الحرق يخلص. بيتبقى تقريبا طنين من الحديد والسلك والكربون الأسود، كتلة متشابكة ما بتتسحبش غير بماكينة. وبعد ما يخلصوا التنظيف الفرن يتجهز ويبدأوا دورة جديدة من حرق الكاوتش. الموضوع ده مش لعب عيال، في يوم واحد بس يقدروا يطلعوا تقريبا طن زيت. لو تعرف بلد تانية بيستخدموا نفس الطريقة دي في استخراج الزيت قولي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.